هذا المرة جبت لكم أسرع وألذ ديسير عملته بلي كوكيز مع كريمة بذوق الكراميل. ان ديسير نوجدوه في بعض دقائق بمكونات موجودة في كل بيت. إن شاء الله تجربوا هذه الوصفة. إذا بسم الله على بركة الله نروحوا نشوفوا مقادير الوصفة. أولا نحضروا الكريمة. استعملت كاس ونص من بودرة الشانتيي، زدت عليها نص كاس ماء بارد أو حليب، نكهتها ب2 علب من فلون كراميل، استعملوا 2، وعطرتها بعطر شوكولا البيضاء. نخلطهم مليح ونحطهم في الثلاجة. نحكم مول تاع الزجاج ما يكونش بزاف كبير. هنا استعملت لي كوكيز هذو تاع المنزل، نشمخوهم في الحليب ونحاول انني نملأ هذوك الفراغات. انا ما كانتش عندي كميه بزاف كبيره تاع لي كوكيز، يعني هذا ما بقى لي كملتهم. اذا الطبقه الاولى كوكيز، ثم الكريمه، ثم لي كوكيز، في كل مره نشمخهم في الحليب ونكمل بهذه الطريقه. ونأكد عليكم لازم تعمروا مليح الفراغات بالكاطو. هنا استعملت غاناش، ذوبت 150 غرام تاع شوكولاته ودرت لها شويه حليب فوق حمام مائي. هكذا التزيين كان بهذه الطريقه. درت شويه تاع مكسرات، يعني ديروا واش متوفر عندكم في المنزل، وحطوها. يعني من الأحسن تستهلك بعد 2 أو 3 سوايع. إذا ما بقاني غير نقول لكم بون أبيتي تو الموند.